اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعيني؟ شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام. رجعنا لكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات شهر رمضان. ان شاء الله ما يعود علينا وعليكم بالصحة والسلامة وما غشي عليه. واني يوميا مستمرة انزل لكم وصفات ان شاء الله. انتظروني باكر راح انزل لكم كبة الجريش. بس لا تنسوني بلايك واشتراك حتى تصعد قناتي، قناة أم محمد للطبخ العراقي. يلا حبايبي نبدأ بسم الله ونشوف الفيديو سوا حتى نخلص أكبر كمية من الوصفات قبل الشهر الفضيل. احنا من يجي رمضان ان شاء الله مكملين كل الوصفات، أكبر كمية يعني مو كل الوصفات ان شاء الله تنفعكم وتنفعنا بنفس الوقت. اول شي عندي حبايبي كيلو صدر دجاج مغسول ونظيف وقطعته الى مكعبات. شنو عندي هنا طماطم، عندي هنا فلفل اخضر، عندي هنا بصل، عندي هنا برشة قشر ليمون، وعندي هنا معدنوس او كرفس. هسه ايش راح نسوي؟ راح اخليه بمحضرة الطعام الصدر دجاج واضيف الى باقي المكونات وراح نفرمهم كلهم سوا. هنا راح اقطع البصل فوق الصدر دجاج الى مكعبات صغار، وراح اسوي الطماطم هم مكعبات صغار فوقها، وصفة كلش سريعة وما تاخذ عندنا اي وقت بوقت الصيام. واحد ما يحير وساعة تصير. هنا أنا راح اقطع الفلفل الاخضر، وإذا عندك فلفل الوان بعد احسن، بس انا هنا كان ما متوفر عندي الفلفل الالوان هم يرحم. هنا حبايبي راح اضيف قشر الليمون المبروش، ليمونة وحدة احتاجيت برشة القشر مالتها، وراح اضيفه المكونات مالتنا. هنا راح نبدي نخلطهم كلهم سوا لحد ما تنعم كل المكونات. هنا حبايبي بعد ما خلصنا ثرم كلش زين ثرمناه بمحضرة الطعام، راح نفرغه مكونات بالكاسة ونضيف إلى باقي المكونات. هسه ايش راح اضيف؟ راح اضيف الملح. هنا أنا راح اضيف التوابل مالتنا فلفل اسود وبابريكا، فلفل اسود حبايبي وبابريكا وثلاث معالق طحين، هذا هو، وملح، فلفل اسود وبابريكا وثلاث معالق طحين، ونخلط كل المكونات كلها سوا. هسه حبايبي جبنا صينية الشوي مالتنا، وراح نخلي الزيت، راح نوزع الزيت كل الزين على الصينية، وراح نفرغ الخليط مالتنا الكباب مالتنا كباب دجاج. راح نوزعه على الصينية كلها، نوزعه على الصينية كلها.
هنا أنا بعد ما وزعته حبايبي راح أقسم الكباب إلى على شكل شياش، على شكل شياش مال كباب. هنا سويت حد على مود لا ينفك بالشوي، وهنا راح ابدي اقسم الكباب على شكل الشياش. لا هوسة العواديل ولا هوسة الشياش مال الكباب ولا أبد، هو مجرد هو نفس الطعم راح يطلع نفس الطعم حبايبي، مجرد هذا بالصينية وذاك بالعواديل أو الشياش، هو نفس الطعم نفس العجينة، بس ذاك تاخذ وقت، هنا ما تستغرق أي وقت. فهذه الطريقة أسهل، إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تفيدنا برمضان. هسه حبايبي بعد ما قطعته وقسمته إلى شياش مال كباب، هسه راح أضيف عندي هذه الخضروات، طماطم وفلفل أخضر حسب الرغبة. بس تعطي نكهة كلش طيبة للكباب. هنا حبايبي دخلت الكباب وفتحت عليه الفوق والجوه، وهنا بعد مرور ساعة تقريبا أو نص ساعة حضرت الصلصة مالتنا مال الكباب. هسه أدهن وجه الكباب بالصلصة. الصلصة شنو هذه؟ كاتشب ودبس رمان وملح هذا. ودخلته للفرن مرة الثانية، وهنا لهنا خلص الكباب، كان كلش طيب، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنا حبايبي خلص الكباب، ولهنا خلص الفيديو مالتنا. انتظروني بوصفات جديدة ننزلها انا وياكم سوية، ولا تنسوني بلايك واشتراك حتى تصعد قناة محمد للطبخ العراقي. مع السلامة حبايبي.